ولما طلعت على كرسي حسيت كده نفس ورايا كده وشايلني، ولقيته هو ماسكني من وسطي وبيقولي، قال لي بس ما تخافيش عشان ما تقعيش. ما تيجوا أحكي لكم حكاية النهاردة. وصاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول، أنا مدام عفاف عندي 40 سنة، بشتغل في البيوت علشان جوزي عاجز وكبر في السن ومعادش قادر يشتغل، وقاعد على كرسي، عشان كده أنا اضطريت إن أنا أشتغل شغالة هنا وهناك، لحد ما صاحبتي جابت لي شغلانة كويسة قوي في المدن الجديدة. وفعلا جابت لي شغلانة كويسة جدا وبمرتب حلو. صاحبتي بتقول لي الناس دول كويسين ومبسوطين ومرتاحين ماديا وهتدولك فلوس كويسة قوي. وفعلا خدت العنوان من صاحبتي ورحت، لقيتهم الناس كويسين قوي. أي نعم أنا تعبت على ما وصلت لأن العنوان بعيد، بس أول ما خبطت على الباب فتح لي شاب وسيم قوي. أول ما شفته عيني اتخطفت عليه كده وقلبي لقيته بيدق، بس أنا فين وهو فين؟ أنا جاية أشتغل يعني شغالة عندهم. لقيته بيقول لي اتفضلي، انتي عايزة حاجة؟ قلت له مفيش، كأنها الست بس عايزة واحدة تشتغل عندها وأنا جيت أهو. قال لي خلاص اتفضلي. هو أول ما دخلت البيت لقيت بيت كبير، شقة كبيرة وواسعة، مفيش إلا الست كبيرة عجوزة قاعدة على الكرسي وابنها اللي فتح لي الباب ده قاعدين لوحدهم في الشقة. دخلت وقلت لها ازيك يا هانم، لقيتها بتقولي احكي لي ظروفك، وقلت لها أنا واحدة متجوزة وعندي 40 سنة، بس جوزي عاجز وعنده أولاد كمان، وأنا اللي بشتغل وبصرف على البيت. قالت لي بس أنا كنت عايزة واحدة تقعد معايا ليل ونهار وتبات كمان معايا، لأن زي ما انت شايفة أنا واحدة ست كبيرة ومحتاجة حد يخدمني. قلت لها لا يا هانم، أنا هقعد معاكي طول النهار، هروح الساعة 10 أو 9 بالليل، بس هروح عشان ولادي وجوزي، لأن زي ما قلت لك جوزي عاجز وعايز الخدمة كمان. أنا قبل ما أمشي هكون رتبت لك البيت ومعاملة لك كل حاجة. وفعلا قعدت، بس لقيتها بتقولي أنا عايزة تكوني أمينة وشاطرة ونظيفة. قلت لها أنت هتجربي وأنت هتشوفي وتحكمي بينك يا هانم. وفعلا لقيتها مبسوطة مني، وقعدت طول النهار أروق وأعمل وأشتغل، وجيت ماشية بصراحة ادتني 200 جنيه وبقت مبسوطة مني، واتفقنا على المرتب. لقيتها بتديني فلوس كتير في الشهر، يعني مرتبه، بس قالت لي دولا خدي هاتيلك حاجة لأولادك وانتي مروحة. بقيت مبسوطة وروحت جبت طلبات لأولادي والجوزي، بقوا مبسوطين وفرحانين قوي. وتاني يوم بدأت شغلي أروق وأنظف، وبصراحة الست الهانم بدأت تحكي لي ظروفها، لأن مفيش حد بيجيلها ولا حد بيزورها، أنا اللي بتشكيلي همها وحالها. كانت دايما تشتكيلي من ابنها اللي دايما بيسافر بره البيت، بيقعد للساعة 1 أو 2 بالليل وبيجي متأخر كل يوم على ده الحال، ومش عارفة تعمل فيه إيه. وبصراحة كانت عايزة تجوزه، كانت دايما تحكيله عن الجواز وتطلب منه إن هو يتجوز ويستقر، بس هو اللي كان معارض ويقول لها مش الوقت، لسه بدري، أما نشوف نفسي وأشوف حياتي. ومع الوقت لقيت ابنها ده، الشاب ده ما عادش بيخرج وقعد في الشقة ليل ونهار. هو بصراحة بقى يضيق بنظراته قوي، بقى يجيبني من تحت لفوق، وفي اليوم اللي أنا هروق فيه وأشيل السجاد وأنظفها ألا أعد لي بيبصلي من فوق لتحت ويبص عليا وأنا بروق. وأنا بصراحة كنت متضايقة قوي من نظراته دي، لحد ما في يوم بقيت داخلة المطبخ، وهو كمان كان يعمل حجة إن هو داخل عايز شاي أو قهوة، وكنت أقول له ما ينفعش كده، يقول لي أنا باي المطبخ بس أطلب منك إن تعملي لي شاي أو قهوة. وبصراحة كان بيعمل الحجة دي، وأنا كنت بتضايق قوي من الحركات بتاعته دي، وكنت دايما أقول له ما ينفعش حتى أمه لاحظة الحاجات دي، وبدأت تقول له أنت ليه ما عدتش بتخرج ولا تسهر زي الأول، عدت بتقعد في البيت يعني؟ قال لها ما أنا خلاص مليت من السهر بره، أنا هستقر. ولقيته بيكلمها كده، وأمه اتبسطت منه قوي إنه هو عدا بيقعد في البيت وما عادش بيسهر. لحد ما في يوم لقيته بيقول لي بعد ما روحته، وهو مروح بقى حوالي الساعة 10 بالليل كده، كانت أمه في الوقت ده نامت، وأنا كنت مروحة بعد ما رتبت المطبخ ورتبت الشقة للهانم. مروح في الوقت ده بقى آخد أكل أروح لولادي والجوزي، لقيته بيقول لي أنا عايزك في موضوع. قلت له موضوع إيه؟ قال لي أنا عندي الشقة بتاعتي في الدور التاني اللي فوق الشقة دي، عايزاكي تروقيها. قلت له خلاص هسأل الهانم وأشوف اليوم اللي أنا فاضية فيه وأبقى أطلع أروقها، بس أنا طول النهار عندكم ما بعرفش أطلع بالنهار. لقيته بيقول لي الوقتي بعد ما تخلصي شغلك اطلعي ساعتين كده 3 روقي أوضة أو شوية منها وبعدين روحي. قلت له خلاص ماشي، ودخلت قلت له بس أنا عايزة أغير هدومي، ما ينفعش اللي أنا أغير بهدومي دي أو أشتغل بهدومي دي، لازم أغير. قال لي عندك كام أوضة؟ أهو خشي أي أوضة.
ودخلت غيرت ولبست عباية كده بنص كم اللي هي بتاع تنظيف يعني والترويق ببقى أشتغل فيها ولبست، وطلعت وبصراحة قعدت أروق شوية. ولما هبطت قلت له لأ أنا كده هبطت. قال لي طب تعالي بس نضفي أوضة النوم بتاعتي، ده هي اللي بقعد فيها، انتي عارفة إن الشقة دي اللي هتجوز فيها وعايزة أروقها حتة بحتة علشان لما أجي أتجوز تبقى نظيفة والعروسة تشوفها تبقى نظيفة. قلت له خلاص هروق الأوضة دي بتاع النوم دي وهمشي على طول لأني هبط وتعبت. قال لي خلاص ماشي. وفعلا دخلت أوضة النوم بتاعته، لقيت على السرير هدوم وكركبة كتير والدنيا مكركبة. ودخل ورايا قلت له معلش أنا مش عارفة أشتغل طول ما أنت حاسس إن أنت مراقبني كده وواقف فوق دماغي، اطلع اقعد في أي حتة على ما أنا أخلص. ولقيته بيقول لي خلاص ماشي أنا هخش أوضة كده أهو على ما تخلصي شغلك، بس اطلعي حطي الكرسي ده أهو واطلعي هاتي الشنط دي اللي فوق الدولاب علشان نلم فيها الهدوم دي علشان ما تتعفرش من التراب والعفرة. وفعلا حطيت الكرسي وطلعت علشان أجيب الشنط علشان أعبي فيها الهدوم اللي على السرير والحاجات اللي هو قال لي عليها. ولما طلعت على الكرسي حسيت كده بحاجة نفس ورايا كده، ولقيته هو ماسكني من وسطي وبيقول لي أنا ماسكك علشان ما تقعيش. قلت له ما يصحش كده، ما ينفعش كده، اطلع روح اقعد في أوضة تانية على ما أنا أشتغل. قال لي بصراحة أنا من يوم ما شفتك ودخل بيتنا وانتي داخلة دماغي. ولقيته بيقول لي انتي عندك كام سنة؟ قلت له أنا عندي 40 سنة. قال لي ما ينفعش سنك ده، يعني اللي يشوفك ما يديكيش سنك، ده أنا كنت فاكرك عندك 30 أو 25 سنة، انتي صغيرة قوي وكمان خسارة في البهدلة والمرمطة اللي انتي فيها. قلت له الشقة بقى وحكم الظروف اللي أنا فيها. ولقيته بيقول لي أنا هنغني وهخليكي كلك فلوس واللي انتي عايزاه هديهولك وهبسطك، بس طوعيني واسمعي كلامي. هو أنا زي ما قلتلكم أنا الحاجات دي كنت محرومة منها، ما أنا جوزي بقاله سنين وعمر عاجز وتعبان وقاعد ما بيتحركش، والحاجات دي كنت نسيتها. وبصراحة حصل منه إيه اللي حصل، وروحت وأخدت فلوس، اداني فلوس كتير قوي وأخدتها وروحت. وبصراحة جوزي شك فيا، قال لي فيه إيه مالك؟ قلت له مفيش، بس لأنه كان عندنا شغل كتير النهاردة كنت تعبانة من الترويق والتنفيض، علشان كده ما كنتش قادرة أمشي على رجليا. ولما كانت الست هانم كانت تطلب إن أنا أدور ليها على عروسة أو أشوف العروسة أو أحس إن هي عايزة تجوزه، كنت بزعل قوي من جوايا وأتضايق، لأن زي ما قلتلكم أنا بصراحة حبيته، بس أنا فين وهو فين؟ أنا شغالة وبشتغل عندهم ومش عارفة هو بيفكر فيا ولا واخدني تسلية وخلاص. بس اللي أنا أعرفه اللي أنا بفكر فيه كتير قوي، مش عايزة أسيب الناس دي ولا أبعد عنها. بصراحة لحد دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، أتصرف إزاي في حكايتي دي؟ يا ريت تنصحوني، جيت أحكيها لكم علشان تقولولي رأيكم بكل صراحة، أعمل إيه وأتصرف إزاي في حكايتي دي؟ ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله.